السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة، وتكون السنة كانت بدايتها خير عليكم كلكم يا رب. حابة النهاردة أوريكم خامة من الأقمشة الجميلة والمميزة واللي هتنفع ان احنا نطرز عليها بغرزة الاكس او الكروس ستيتش. القماشة دي عبارة عن مفرش سرير. متعودين ان دايما بيبقى متوفر معانا اقمشة تنفع مفارش سواء للسفرة او للصالونات للانتريهات، بتبقى الخامة بتاعتها خفيفة شوية، خامة مناسبة للمفارش. انما الخامة اللي معانا النهاردة خامة تقيلة عاملة زي الكوفرتات الخفيفة او اخف كمان، هي اتقل من المفارش بتاعت السفرة واخف من قماش الكوفرتات او مفارش السرير شويه. خامه حلوه. بصوا انا عايزه اقول لكم بقى، بصوا خلينا كده نتفرج عليها الاول وبعد كده هنقول مواصفاتها. انا عايزه اقول لكم ان ده الظهر. بصوا الوش بقى، نفرده شويه كده مع بعض. بصوا الوش وجماله. هقرب لكم الصوره الاول وبعد كده نتكلم عن المواصفات. بصوا جمال الفتحات، فتحات واضحه. شايفين الفواصل الكبيره اللي بين المربعات الكبيره، عامله زي خلايا النحل كده، شكلها يجنن. يعني القماشه يا جماعه من غير ما تشتغلوا عليها هي قماشه شكلها حلو. بصوا هنبعد بقى كده شويه عشان نشوف التفاصيل بالظبط. شايفين كده؟ طيب نبتدي بقى نتكلم عن مواصفات القماشه. القماشة بالنسبة للماركة هي ماركة أدمز، اتحاد أوروبي، شركة يونانية متخصصة في الكنفا والإتامين، وانتوا عارفين ان معظم الشغل بتاعنا من الشركة دي. بالنسبة للعرض القماشة عرض 2 متر، خامة قطن 100%، متقسمة مربعات كبيرة. كل مربع كبير متقسم لمربعات صغيرة زي ما احنا شايفين كده. عدد المربعات في البوصة 16 مربع في البوصة، واحنا عارفين ان كل ما بيزيد عدد المربعات في البوصة كل ما بيبقى الشغل احلى واداء وارق. الشغل بيدي نتيجة حلوة قوي لانه بيديني او بيساعدني على ان انا اطلع باترون تفاصيله كتيرة، فبتبقى تداخل الالوان ممتع وحلو، والتفاصيل كمان بتبان حلوة قوي. فده بالنسبة لعدد المربعات. طيب ايه كمان عندنا هنا بالنسبة للقماشة او للخامة المميزة دي معانا؟ احنا قلنا عرض 2 متر ويناسب مفرش سرير، واللون ابيض، خامة قطن 100%. طب يا جماعة ناقص ايه؟ انه يكون احلى مفرش عروسة ممكن يتشغل عليه. مناسب جدا جدا للعرايس اللي بتجهز واللي بتحب تشتغل حاجة مميزة بإيديها، أو لو عندك بنوتة عروسة هتقدري تشتغلي لها حاجة زي كده، هيبقى مميز جدا مش موجود عند أي حد. كمان من إن الخامة ناعمة وخفيفة بالنسبة كمفرش سرير، هيناسب جدا الأطفال والبيبيهات. أي حد عنده بيبي أو عنده حفيد زي كده هتبقى حاجة مميزة جدا جدا انك تقدميه هدية جميلة وراقية مش موجودة عند اي حد. طيب بالنسبة للخيوط المناسبة ليه، هنقدر نشتغل عليه بخيوط ايه؟ هنقدر نشتغل عليه خيوط كوتون بارليه وخيوط ميلونيه، بس انا افضل الميلونيه. الميلونيه هنقدر نتحكم في عدد الفتلات، هيبقى مناسب جدا ان انت تشتغلي بفتلتين عشان تديكي غرزة حلوة ما تبقاش مكلكعة وكبيرة. فالميلونيه هيديكي تأثير حلو قوي قوي، وخصوصا مع لمعة الميلونيه مع القماشة دي هتبقى حلوة قوي. الإبرة بتاعتنا هتبقى إبرة ما بين 24 أو 26، دي هتبقى أنسب حاجة عشان تتناسب معانا مع الفتحات دي. ده بالنسبة للخامة. اللي حابب أي تفاصيل تاني أو يسأل على أي حاجة هسيب لكم لينكات التواصل تحت الفيديو. ايه كمان معانا شرايط الإتامين.
شرايط الإيتامين من الحاجات الحلوة قوي اللي تقدري تطرزي عليها علشان تحطيها سواء على ملابس الأطفال أو على العبايات، على الشنط، على حاجات كتيرة جدا بيبقى شكلها حلو قوي. دي شرايط الإيتامين معانا. بتفرق ايه عن لو انا جبت إيتامين وقصيته شرايط؟ انا عندي هنا متسرفلة او عليها بيرسول. البيرسول ده بيخلي الشغل هنا ما ينسلش معايا، واقدر احطها من غير ما اضطر ان انا اتنيها او اعمل لها اوفرلوك عليها. متوفرة معانا بمقاسين، ده مقاس حوالي 4.5 سنتي. عدد المربعات فيها 16 مربع في البوصة. الخامة يا جماعة خامة بوليستر. اللون معانا اوف وايت، حلو قوي، مناسب لشغل كتير جدا عليه. متوفر منه المقاس ده عبارة عن حوالي 4.5 سنتي، وكمان في منه مقاس 10 سنتي. هيبقى مناسب جدا للمفارش الكبيرة او للشنط تشتغلي عليه. للبوك مارك، الناس اللي بتشتغل بوك مارك كمان هيبقى حلو قوي. حاجات كتيرة جدا اللي تقدروا تستخدموا فيها شرايط الإيتامين. الافكار كتير، وفي ناس مبدعة كتير بتطلع افكار من الحاجات دي حلوة قوي. اتمنى تكون الخامات النهاردة عجبتكم، ولو في اي حاجة تقدروا تتواصلوا معايا من خلال لينكات التواصل تحت الفيديو. اشوفكم على خير في فيديو جديد وخامة جديدة ان شاء الله. سلام عليكم.